لو انت دكتور وعيادتك بتعتمد على جلب العملاء من الاعلانات الممولة وبس، ونركز بقى على كلمة بس دي، فخليني اقول لك الصدمة: انت غالبا بتحرق فلوسك، ومش بس كده، ده انت كمان بتخسر المرضى بتوعك. انت بتدفع الاف للفيسبوك او جوجل عشان تعمل اعلان يجيب لك 100 رسالة استفسار، بتلحق ترد على 20 منهم بالعافية والباقي بيتركن، وفي رسائل بتتوه ومش بتفتكر اصلا كل عميل سأل عن ايه بالظبط، وفي الاخر معدل تحويل الرسائل الى كشف في العياده يعتبر 0 او 1% بالعافيه، وال99 التانيين بيتبخروا في الهواء. طيب والفلوس اللي دفعتها في الاعلان راحت فين؟ خلاص كده ومش عارف تعمل انتشار قوي في المدينه اللي انت فيها او المكان اللي انت فاتح فيه، والمنافس بتاعك مش سايبك في حالك وبيظهر اعلان بتاعه للناس جمهورك اللي انت مهتم بيه، وبياخد منك العملاء، وانت قاعد بتتساءل هو ليه الاعلانات ما بتجيبش معايا عائد قوي زي ما انا كنت متخيل وزي ما كان شغال معايا في الاول. المشكله هنا يا عزيزي مش في الاعلان في حد ذاته، المشكله في العقليه بتاعتك وانت بتتعامل مع المرضى بتوعتك كانهم صفقات لمره واحده وخلاص، ودول هيطيروا، ودي العقليه اللي بتموت اي بيزنس طبي. السر مش في كتر الاعلانات، السر في حاجه بس اسمها النظام اعاده الاستهداف الذكي المرتبط بالسي ار ام بتاعك، وتقدر منه ومن خلاله ان انت تضاعف ارباحك حرفيا وتعمل ماكينه ارباح.